ازيكم؟ خلص معانا الجزء التاني لما الدكتور احمد صرخ والكهرباء قطعت مرة واحدة في المشرحة، والسيد وسعيد في اوضة سعيد ميتين من الرعب. الحلقة فيها احداث كتير ورعب حقيقي، بس لو ما سمعتش الجزء الاول والتاني احب اقولك ان هيكون فات حاجات كتير كان لازم تسمعها. لينك الاجزاء في المصادر او فعل زر الجرس وهتبان معاك كل الحلقات، واحلى لايك واشتراك في القناة. يلا بينا نشوف سعيد والسيد هيعملوا ايه مع الدكتور احمد اللي مش عارفين لحد دلوقتي ايه اللي حصل له. يلا. ايوه سمعت وشفت النور لما انقطع، بس بقولك ايه، مش وقت تريقة يا عم الحاج، الله لا يسيئك. انا هروح اجيب الكشاف وادخل اشوف ايه اللي جرى في اوضه التلاجة. وفضلت انا واقف في مكاني بترعش في الوقت اللي راح فيه الولا سعيد ناحية السرير اللي بينام عليه، وفجأة لقيت سعيد بيقول لي ونور كشاف ضارب في وشي. كنت شايله تحت السرير، ما هو الواحد برضه ما يضمنش ايه اللي ممكن يحصل. رحت انا حطيت ايدي على عيني عشان نور الكشاف اللي جاي في عيني، وبقول له يحصل تاني. يلا يا سعيد خش شوف الدكتور احمد كان بيصرخ ليه، الله يرضى عليك، انا مش ناقص قلق. قرب مني سعيد وشدني من دراعي وهو بيخرج من باب الاوضه وبيقول لي ما انت هتيجي معايا ولا هتسيبني ادخل لوحدي يا عم انت. لقيت نفسي ببلع ريقي ومعرفتش، انا جوفي كان ناشف وكأنه صحر، وشفايفي حسيت انها اتشققت من كتر ما انا بترعش. وبقول له لا روح فين يا عم سعيد، انت روح انت وانا هقف استناك هنا. لو اقول لك انا هقف استناك بره احسن. شدني سعيد من دراعي بالعافيه وهو بيقول لي مش وقت خوف دلوقتي، يلا الله لا يسيئك. غصب عني كده اتشديت معاه وخرجت من الأوضة، وبعد كده كسرنا شمال مشينا في الطرقة اللي في آخرها أوضة التلاجة. كنا بنتمشى بخطوات بطيئة وهادية، ده حتى صوت نفسني ولا دقات قلوبني كنا سامعينها بوضوح. ونور الكشاف اللي كان في ايد الولا سعيد يا دوب كان منور قصادنا مسافة بسيطة، لأن الظاهر كده نوره ابتدى يضعف لسبب ما. ولقيت سعيد بيقول لي مرة واحدة كشاف شكله كده هيفصل. أنا ما شحنتوش ليا كتير، بس خلاص باب الأوضة أهو. ولقيت الولا سعيد بيزق باب التلاجة بإيده اللي كان مفتوح ودخل منه، وأنا دخلت وراه ولازق فيه يا دوب. ده أنا خايف. والولا سعيد وجه الكشاف مرة واحدة على السرير اللي بيتم عليه تشريح الجثي. وقتها لقيته بيبعد لورا بحذر، خاف كده ورجع وهو بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر يا رب، هي ايه الولية دي؟ هي سحنتها عاملة كده ليه؟ هي نيلت ايه في دنيتها عشان وشها يبقى ملامحه بالشكل ده؟ ورجعت انا كمان كام خطوة لورا كده من خضته، وكانت ركبي بتخبط في بعضيها. وبقول له مش عارف يا ولا يا سعيد، مش انت اللي مستلمها يا ابني؟ وبعدين هو الدكتور احمد راح فين؟ لف الولا سعيد كده فجأة وهو ضارب نور الكشاف في عينيا وبيقول لي مش عارف، ما انا بدور عليه اهو. ولقيت نفسي مرة واحدة زقيت ايده بعصبية لاني كنت متوتر ومرعوب من الجو اللي حواليني. ولقيت نفسي بضرب ايدي بكل ما عندي في ايديه بعصبية من الضوء اللي ضربه في عيني. اصلا انا كنت مرعوب ومتوتر من الجو اللي حوالينا ده. وانا بقول له يا عم ابعد نور الكشاف ده عن عيني، هو انت بتدور على الدكتور احمد في وشي يعني ولا ايه؟ وراح عمل لي مره واحده انا حاسس في حد ماسكني من رجلي الشمال. لقيت الولا سعيد بيقول لي كده وجه الكشاف ناحيه رجله، وبمجرد ما عمل كده فجأة لقيته صرخ والكشاف وقع من ايده. ومع وقوع الكشاف شفت الدكتور احمد كان واقع على الارض وماسك في رجل الولا سعيد. كان شكله غريب حبتين، وشه كانت عروقه بارزة وجسمه كان بينفض، ما كانش قادر يتكلم. بس اللي خلى الولا سعيد اتخض وصرخ وخلاني انا كمان اتخشبت في مكاني هو المشرط اللي كان مغروس في صدره، او بالتحديد يعني ناحية قلبه. والمصيبة السوداء بقى
انه كان بينازعه وكان بيطلع في الروح. فضل الولا سعيد يصرخ بصوت عالي ويزعق ويقول: الحقونا يا عالم، الدكتور احمد بيموت. ومع كلام الولا سعيد وزعيقه فقت من الصدمة اللي كنت فيه، وخرجت جري من الأوضة وخدت الطرقة كلها من عند باب أوضة التلاجة زحف. ولو هتقولي ليه أخدتها زحف فيكفي بس إني أقولك إن أنا رجليا ما كانتش شايلاني، كنت أقوم أقف وأروح واقع، أزحف شوية وأجي أمتلك نفسي عشان أقوم أقف وأمشي تاني، أقع تاني، لأن رجلي ما بقتش شايلاني خالص من الخوف والرعب اللي كنت حاسس بيه، ولا من الضلمة اللي كانت عاملة زي الوحش الكاسر. ثواني عشتهم وكأنهم سنين. بعدهم بقيت بره المشرحة خالص، ومع خروجي منها حاولت اتماسك وقمت ووقفت وخدتها جري لحد بوابة المستشفى. وهناك وقفت قدام رجالة الشرطة اللي مسؤولين عن امن المستشفى وبابها العمومي، وقلت لهم وانا بنهج: الحقونا الحقونا يا باشا، في مصيبة حصلت في المشرحة. واول ما الظابط شاف منظري ده برق لي وهو عاوز يعرف فيه ايه الحكاية، وبيقول لي: في ايه يا عم السيد؟ رحت شاورت له على ناحية المشرحة وانا لسه باخد نفسي بالعافية وبقول له: الدكتور احمد يا حضرة الظابط اتقتل جوه في اوضة التلاجة، تعالوا بسرعة. والظابط اول ما سمع مني كلمة اتقتل دي طلع يجري ناحية التلاجة زي المجنون، وانا طالع بجري وراه. لكننا واحنا بنجري لقينا الولا سعيد جاي علينا كده وهو عمال يصرخ وبيقول: الحقونا يا عالم، الدكتور احمد انتحر. رحت لقيت الظابط مهتمش بالولا سعيد وهو قاعد يصرخ، ولا وقف له ولا اي حاجة، ده طلع يجري اكتر واكتر على المشرحة من كلام الولا سعيد واللي بيقوله. والمصيبة بقى اننا لما دخلنا مع رجالة البوليس المشرحة كانت منورة، وده معناه ان النور رجع تاني. بس احنا لما دخلنا ورا رجالة الشرطة لا طلع بيتهيأ لني ولا حصل معانا زي ما بيحصل كده في الافلام والحكايات، يعني لا الجثة اختفت ولا مثلا لقينا الدكتور احمد عايش او حتى ملقيناهوش خالص. لا، احنا لقيناه فعلا، لقيناه كان مرمي على الارض جنب سرير التشريح. والغريبة بقى انه كان ميت بمشرط مضروب في قلبه. واللي اغرب من موته وكل اللي حصل ان المشرط دي كان الدكتور احمد كان ماسكه بايده، وده معناه ان هو اللي ضرب المشرط في قلبه، يعني هو اللي انتحر. وبقينا كلنا واقفين في حيرة وهم وغم، معاهم شوية عدم تصديق من كلامنا وذهول. وراحت الشرطة بلغت المركز، والمركز بلغ النيابي، والمستشفى اتقلبت لدرجة ان دكتور التشريح الاستشاري جه بنفسه وشرح الجثة بتاعت الدكتور احمد، وبعديها الجثة المنحوسة بتاعت الست دي، وطلع التقرير بان احمد فعلا مات منتحر وكان في جسمه نسبة كحول، واحنا عارفين اللي هو كان بيشرب وصاحب مزاج. والست طلعت مقتولة، والتقرير بيقول انها مقتولة بضربة على الراس بشومي. فبالتالي اهل احمد جيهم استلموه ودفنوه. اما بقى جثة الست فدي فضلت لان مفيش حد جه استلمها. والمفروض يعني ان في الحالات اللي زي دي لو الجثة معلومة ومفيش حد من اهلها جه استلمها فبتفضل في التلاجة كام يوم كده، وبعدين بتندفن في مدافن الصدقة. وعشان كده جثة الست دهيت فضلت في تلاجة من تلاجات المشرحة. بس انا بقى والولا سعيد ما كناش مصدقين اللي حصل ده خالص، كنا مذهولين، وحالة الرعب والقلق اللي كانت مسيطرة علينا خلتنا مش قادرين ننطق لحد ما النيابة خدت أقوالنا. وبعد ما كل حاجة خلصت قعدت مع الولا سعيد في اوضته، كنا قاعدين انا وهو بنبص لبعضينا واحنا ساكتين. الساعة وقتها كانت 12 الظهر، وده معناه ان الدكتور الاستشاري كان خلص تشريح في جثة احمد وتقريره طلع، وكمان اهله جم استلموه ودفنوه، وكمان كان خلص شغل في الجثة بتاعت الست وسابها في التلاجة زي ما قلت. اما بقى النيابة فكانت خدت أقوالنا وكل شيء تقريبا كان انتهى بسرعة البرق. وطبعا بعد إبراهيم زميلي التاني اللي في الوردية اللي قصادي جه واستلم مني الوردية
ولو هتقولي ايه اللي خلاني قاعد طول الوقت دي هقولك اللي قعدني طول الوقت دي يا اخوي ان النيابه واللي حصل خلونا انا والولا سعيد فضلنا قاعدين لحد ما كل حاجه خلصت، ومع قعدني انا والولا سعيد قصاد بعضنا في اوضته، ولقيت الولا سعيد بيبصلي وبيدمع كده بخوف ويقول لي يا عم السيد انا خايف، الولية دي هي السبب في موت الدكتور احمد. رحت بصيت كده في الارض ورديت عليه بحصري الله يرحمه، انا مش مقتنع بموضوع انتحاره ده، بقى الدكتور احمد اللي كان اكتر واحد بيحب الحياة ينتحر. لقيت الولا سعيد بيرد عليا كده بزعيج وهو باين على ملامحه الخوف والذهول. يعني ايه هو؟ يعني ايه يا ابو عمو اللي انت بتقوله ده؟ يعني هو عشان بيضحك وفرفشته هم دول بس الحاجات اللي تخليكوا تقولوا انه ما انتحرش؟ طب النور اللي قطع فجأة وجه فجأة دي بلاش. طب وصرخته اللي سمعناها بودنا اللي هياكلها الدود دي ده انا وانت سمعناه يا عم السيد. جتة الولية دي هي اللي ورا كل المصايب. اول ما قال لي كده افتكرت حاجة مهمة قوي وقلت له عليها. واد يا سعيد قبل النور ما يقطع انت كنت بتقول لي ان الجثة دي من ساعة ما جت هنا وفي حاجات غريبة بتحصل، هي ايه الحاجات دي يا ولد؟ راح رد عليا الولا سعيد وهو بيحاول يتماسك كده. خلص الجزء الثالث بعد ما اهل الدكتور احمد استلمت جثته علشان تدفنها، واما بقى جثة الست خديجة ففضلت في الثلاجة. هنعرف من السيد وسعيد في الجزء الرابع هي جثة خديجة مالها وايه السر اللي وراها، واكيد السر كبير وهيسبب مشاكل كتير هنعرفها مع بعض. ما تبخلش علينا باحلى لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يبلغ كل الاجزاء، او انزل المصادر هتلاقي لينكات كل الاجزاء. وسلام.